ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشني كتير، اكيد انتوا طبعا نسيتوني، انا مين مش عارفه. بقالي كتير بنزلتش فيديوهات. الروتين ده مصور من زمان جدا جدا، ومش عارفه، بكسل ان انا امنتج، مش عارفه والله هي العطله فين بالظبط. عايزه بقى تشجعوني وتعملوا لايكات كتير للفيديو، وتشيروا الفيديو لاصحابكم قرايبكم، اي حد كده انتوا عايزين يشوف الفيديو بتاعي ويشترك في القناه. شيروا لي الفيديو عشان ان شاء الله يعني ايه الفيديو يطلع كده، وتشجعوني شويه ان انا اصور في الحر والفرهده اللي احنا فيها دي. انا بادئه تنظيفات العيد بدري شويتين، او مش بدري، مش عارفه هي بدري ولا مش بدري، بس انا بالنسبه لي يعني الميعاد كويس. لقيت السجاد بتاعي ده اللي هو انت عارفه هتمشي عليه كده تلاقيه اتوسخ، تمشي عليه تلاقيه اتوسخ من غير اي اندهاشات. فقلت لا كفايه عليك كده، وكمان عامل حر والجو الايام دي حر شويتين، فقلت لا يتغسل بقى ويتعان ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله من غير ما اقطع يا رب للشتاء باذن الله. وافرش بقى الحافظات الفتره دي. و انا بقى بقضي يعني طول الصيف بقى اللي هو بديل السجاد والحافظات والحاجات الحلوه دي، تشيلي وتلمعي وتحطي بسرعه من غير بقى حاجه تقيله، وكمان مش بيحرر الشقه ويكون حلو كده وجميل. ال الب البس الشريط ده طبعًا ده شرايط الأوض وكده، فأنا غسلت الشرايط الطويلة وعملت معاكم بس الشرايط الصغيرة. هي على فكرة مجرد إن أنتِ يعني مثلًا بتلمّعيها بتنضف، ومجرد إن أنتِ بتحطّيها بتتوسخ، يعني لو في نفس اللحظة اللي أنتِ بتحطّيها فيها بتتوسخ، بس في الغسيل بتاعها تغسليها تلاقيها يعني حسيتِ إن هي بقت حلوة شغالة. بس مش عارفة اتجربت ليه القطعة دي بالذات اتجربت من السجاد، مش عارفة برضو ليه، مع ان بيتغسلوا مع بعض. مش عارفة مثلا في يوم كان حر، انا غسلها كان حر قوي مثلا، الشمس كانت شديدة خلتها جربت، مش عارفة هي بقت لونها يعني غريب. المهم انتوا عاملين ايه في الحال اللي احنا فيه الجميل الحلو ده؟ رغم الفرهدة الضغط الواطي، مش قادرة افتح عينيا. طبعا مفيش نوم طبعا ساعتين على بعض، بس انا بحب قوي الحر. عاشقة الفرهدة. لا مش بحب الحر، بحب الصيف اللي هو الجو الحلو. قال يعني احنا مثلا مقطعين الخروج مثلا مبهدلين بقى الشوارع في الصيف وبنخرج وكده، بس بحبه برضه، مش عارفة بقى ايه الهواية. انا غسلت الاتنين الاولانيين، والشريط دون هو نضيف ما فيهوش حاجه. وما بيكون الحاجه نضيفه وانا اصلا ببقى فرشه عليها في شريط حافظه، فمش كتر هلك سجاد وغسيله في الفاضي لا. فانا عملته بس بطنته كده على السريع بشويه معطر. انا بستخدم سيكريت يا بنات اللي هو الاسود، جبت اللي هو وردته لونها بينك اسمه باين رفاهيه، واللي بلدته لونها صفرا اسمه رومانسية. بس رفاهية لونه يعني قصدي الريحة بتاعته يعني فازة شوية كده عن رومانسية. رومانسية حاساها سهتان، انت عارفة الواحدة استهتانها وسهتان شوية، بس ريحته جميلة قوي. انا قلت بقى نعمل مع بعض شوية معمول كده على السريع المريع. حطيت كوباية من الزبدة، عليها نص كوباية من السكر، وبنعملهم كده بايدك بعجان بمضرب باي حاجه يعني كده، وانتوا تضربوا بهم مع بعض الاول. بس السكر على فكره يا بنات مطحون، سكر بودره يعني. وبعدين حطيت بضايه ورشه من الفانيليا السائله عشان يعني زفاره البيض وكده. وبعدين حطيت ربع كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من اللبن البودر، وثلاث كوبايات وتلت من الدقيق. انا بستخدم دقيق الايام دي اسمه ست البيت تقريبا، هو ب20 او 21، بس جميل قوي يا بنات، واستخرج 72 ومتعدد الاغراض لكل حاجه. اللي لونه ازرق في القشره بتاعته يعني، اصلا مش كفر الكيس بتاعه لونه ازرق، لكن في بقى اللي هو الكفر بتاعه لونه بينك كده او بامبا، ده للمشلتت بقى تقريبا والمخبوزات او حاجه زي كده يعني، لكن ده لجميع الاغراض جميل قوي وحلو. لخدتهم كده لفه بالعجان لحد ما خدتهم لفة كده بالعجان. وبعدين جبت العجوة دي بتجيبوها من عند اي حد مستلزمات حلواني، بتبقى عجوة ناعمة كده، وقلبتها مع معلقة زبدة كده عشان تديلي طعم، بتدي طعم حلو، وكمان ما تمسكش وتقفش جوه المعمول. وحشي بقى براحتك، يعني عايزه تحطي كوره صغنونه كوره كبيره يعني على حسب ما انت حابه ان انت تعمليه. وبتعملي بقى باي بسطامه، انا عملته بالبسطامه اللي هي بتاعه الكحك، وده الشكل المتعارف اصلا، احنا ما بنجيبه من بره بيبقى هو الشكل ده. لكن انت عندك عايزه تنقشيه، عايزه تعمليه باي طبعه باي بصمه تانية عادي تمام مفيش مشكله يعني.
عملت دي حسيت ان هو العجوه باينه شويه، فبقيت بقى ايه باخد بالي في الباقي ان هو العجوه ما تبقاش ظاهره كده على الوش. بس هو طعمه حلو يا بنات، مقاديره كويسه حلوه، ماهيش صعبه. بس والكميه اللي اللي بتديها المقدار دي كميه حلوه جدا. مش يعني مش مكلف، او في طبعا طرق كتير للمعمول، بس الطريقه دي سهله وبسيطه، والمكونات يعني ايه مش كتيره. نسيت اقول لكم على البيكنج باودر. مقلعه من البيكنج باودر انا حطيتها على الدقيق في الاخر، ونسيت ان انا اقول لكم. مقلعه من البيكنج باودر دخلته على فرن متسخن على درجه حراره 180. من تحت بياخد حوالي مثلا نص ساعه او نص ساعه ل5 دقايق على حسب طبعا الفرن بتاعك. وبعد كده بحطه سنه بس على الشوايه كده ياخد اللون. قلنا بقى بعد كده والمعمول بتاعنا في الفرن شطب المواعين بتاعه الحاجه اللي هي ما بتبقاش حاجه. دايما تلاقي المواعين بتتكاثر بتتكاثر بطريقه فظيعه طول ما انت واقفه في المطبخ، طول ما في مواعين في الحوض، وطول ما انت بتغسليها. فقلت اشطب معاكم كده نشجع بعض. اسف طبعا على الصوت بتاع الستاره اللي عمال يخربط في دماغي. مش عارفه اوقف الصوت اصلا. نوقف بقى الستاره، صدعتني. قلت اشطب معاكم المطبخ بقى والمواعين وكده، واحنا واقفين مع بعض نتسلى ونتشجع. عاملين ايه؟ هتقوموا تعملوا المعمول ولا ايه؟ عاملين ايه النهارده؟ تتغدوا ايه؟ عاملين اكل ايه؟ لو في حاجه كده وصفات جديده نشاركها مع بعض يعني. اي حاجه جديده كده ومختلفه. عايزه اعمل لكم يا بنات فيديو والله على العجان ده، بصراحه جميل، وكان سعره كويس بالنسبه لاسعار العجانات، واستخدامه كويس لحد دلوقتي الحمد لله كويس. انا بجايباه بقالي كذا شهر. يعني كل ما اجي استخدمه بجد انت جميل انت جميل، لان ما عدتش بقدر ان انا اعجن على ايدي، توجعني. فبجد يعني ايه، نعمة نعمة، كل حاجة احنا بنجيبها بجد نعمة، الحمد لله الحمد لله يا رب. اللي هو يسر ان انا عرفت اجيبه بجد يعني جميل قوي. خلاص طلع المعمول وبرد، وقلت بقى اوريهولكم يا بنات من جوه. بجد بصوا ده بيدوب، يعني هو ماسك نفسه ظاهريا، تيجي تقطميه بيدوب في البق كده وبيقرمش. وبجد تحفة 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 تحفة. طريقة سهلة وبسيطة. وانا ان شاء الله هعمل لكم المقادير كمان على الشاشة، هكتبها لكم، بحيث ان انتوا لو انتوا مثلا عايزين تاخدوها سكرين وتحطوها وتخلوها معاكم، او انتوا عايزين تعملوه بعد كده اعملوه. انا عملته معاكم على فكرة على القناة قبل كده في فيديو قديم. لو حد متابعني من زمان انا عملته معاكم كذا مرة كمان. شوفوا بجد تحفة تحفة يا بنات. ده بقى كان تاني يوم. كنت خلاص نشرت الهدوم وكنت نشر السجاد ده من قبلها بيوم اخر النهار، واتشمس واتهوى وشيلناه. شويه هدوم بقى يعني قلت نتشجع كده مع بعض بشويه هدوم. طبعا ده مش كان كل الهدوم يعني، بس انا توت شويه مع نفسي كده، وقلت لا نتشجع بقى مع بعض. انتوا عارفين طبعا الهدوم مجرد ان انتوا بتحطوها تروحوا تيجوا عليها، يا ساتر يا رب، بغمض عينيا وانا معديه من جنبها، مش عايزه افتكرها. فما بتشيليها وتقوم مطبقاها على طول تمام. انا ساعات بقى بطبق انا بشيلها ويكون لسه عندي حاجات تانية، اقول لما اخلص الحاجات التانية وارجع اطبقها بالليل اقوم مكسله. فاليوم ده قلت شويه بقى نشاط كده كمان، او لميتهم وطبقتهم كمان. كم انا نشيطه. ف قولوا لي كده، احنا عايزين يعني عايزين تشوفوا الفيديوهات الجايه تبقى ايه، نكمل بقى تنظيفات كده مع بعض، ولا نعمل ايه بقى كده يعني؟ اقتراحات بقى في التعليقات، شوفوا بقى احنا عايزين يعني ايه اللي بيشجعكم، ايه حلو، وعرفوني. كان برضو يا بنات كنت بعمل التكييف والله، كنت نفسي ان انا اصوره لو حد بيستصعب ان هو يغسله كده، يغسله هو طبعا، بدل ما تقعدي تدوري بقى على الفني ويجي ووقته والحاجات دي، تغسليه بكل سهوله. وده الفلاتر اللي جوه كنت بغسلها واسيبها بقى تنشف كده مع نفسها، وحطيتها يعني. وده كان روتين سريع سريع خالص. طبعا ده مش كل اللي بيبقى في اليوم ده، يعني دقيقتين من اللي بيحصلوا في اليوم، عشان الجو حر بصراحة ما ببقاش عارفة ان انا اصور حاجات كتير. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، مع السلامة.